السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم فلان كريم كراميل. غنطيبوها غير على البوطه كيجي روعه. في الاول غنوجدوا الكراميل، غنجيب واحد كاس السكر غنعملوه في شي كاسرونه او مقله، غنزيدوا عليه 3 معالق د الماء ونخليوه على نار متوسطه حتى يبقى يذوب. ما نحركوهش بشي معلقه، غير هيدا كما كتشوفوا كنحركوه بالمقله. ملي بغى يبدا يتغير اللون ديالو ديك الساعه حتى كنحركوه. هنا كما كتشوفوا بدا كيوجد لي، وردوا معاه البال باش ما يتحرقش. غنجيب القوالب او قالب واحد غندهنو بالزيت او بالزبده ونرشو بشويه السكر. الكراميل ديالنا كون وجد غنخويه في القوالب ونخليوه على جنب. غنجيب واحد الكاسويله غنعمل فيها سيترو د الحليب. انا غنرمي فيها واحد القشيره د الليمون، كتبقى اختياريه. غنزيد السكر كيبقى حسب الرغبه، انا نعمل 2 معالق كبار، يمكن نعملو كتر. نخليو حتى الغليان. هنا غنجيب البيضات. بالنسبه للبيضات الا كانوا عندكم بيضات كبار عملوا غير 5، الا كانوا صغيورين عملوا 6. نعمل 6 حيت البيضه صغار. غنزيد عليهم فانيلا، سكر فانيلا ورشيشه د الملح، وغنخبط ديك البيضات مزيان. هنا الحليب ديالي وجد، غنحيد منه ديك القشور د الليمون وغنخويه مباشره هو سخون على البيضات، ولكن مع التحريك. حنا كنزيدو الحليب وحنا كنخبطوا باش ما يطيبوش ديك البيضات. هنا بعد ما خلطته مزيان غنجيب شي صفايه وغنصفي بها داك الخليط ديالنا ونعملوه في القوالب. بالنسبه للقوالب كنغطيوهم بالومنيوم باش ما يدخلش فيهم الماء، وغنعملوهم في طنجره. انا بالنسبه لهذه فدات لي غير 4 وجوج اخرين عملتو في طنجره اخرى. هنا غنزيد الماء مغلي، ديك الماء ما يوصلش للفوق، خصو يوصل غير للنص د القوالب باش ملي يكون كيطيب الفلان ويغلي ديك الماء ديك الساعه غيترشوا. من الاحسن الماء نعملوه غير النص. هنا بعد ما مرت واحد 30 دقيقه جبرت الفلان ديالي الطاب، حيدته خليته في كوزينه كيبرد. من بعد عملته في النبيره واحد 3 سوايع. ها هو واجد. صدقوني كيجي روعه، وكما شفتوا ساهل في التحضير وكيطيب غير على البوطه. كنتمنى الوصفه تنال الرضا ديالكم. ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، نشروا الوصفه مع الاحباب. في امان الله.